عملت الفيديو ده عشان جه على بالي ناس من أسوأ الناس اللي قابلتهم في حياتي. واكيد الفيديو ده لما هتتفرجوا عليه كل واحد فيكم هيجي في باله ناس معينه واسامي ناس معينه. مش هقول لكم تعملوا لهم منشن ولا تبعتوا لهم الفيديو، بس انتم لما هتشيروا الفيديو ده هم هيعرفوا نفسهم. اكتر ناس يعني تضايق في الحياه وتستفز وترفع لك الضغط هي الناس اللي بتنسى اصلها. ومش عايزكم تفتكروني بتنمر على حد، ولا انا ضد ان الواحد يطور من نفسه ويحسن من مستواه. الناس اللي بتنسى اصلها هي الناس اللي بتمثل، هي الناس الفيك، هي الناس اللي لما ربنا يديها بتتحول. كمثال مثلا، يعني حد وانا اعرف ناس كده في الحقيقه، كان مستواه الاجتماعي قليل، كان تايتله في الشركه اللي هو فيها بادئ من الصفر زي ما بيقولوا، وربنا اداه وبقى في تايتل عالي جدا. تلاقيه بعد كده يجي ويتريق على الناس اللي في نفس الحته اللي هو بدأ منها، وكأنه مولود ابن باشا. هي دي الناس اللي بتنسى اصلها، او الناس اللي لما ربنا يديها تتعامل معاك ان انت ما كنتش عارفها زمان. يعني مثلا في ناس لما ربنا يديهم بقى ويركبوا عربيات ماركات، مش هنقول انواع معينه، او يسكنوا في حتت وكومباوندات معينه، يجي بقى تلاقيه بيتكلم في حواراته: انا مش عارف الناس اللي بتركب المواصلات دي بتركبها ازاي. وحياة خالتك ده انت كنت بتسطح في الميكروباص يا معلم عشان ما تدفعش، كنت بتقعد على جنب واحد عشان تدفع اجره نص بني ادم. كان المترو بالنسبه لك رفاهيه. او تيجي تلاقيه دلوقتي بيتكلم ان اوبر وكريم بالنسبه لهم مواصلات، انا هركب اوبر وكريم. يا حبيبي ده انت كنت بتجري بفرد الكاوتش في الشارع، ما تمثلش. او تيجي يحسسك انه طول عمره متعود على السفر بره، او تيجي يحسسك ان هو لما تقول له على سعر حاجه رخيصه يقول لك انا هقعد في المكان ده ولا هاكل الحاجه دي ولا. يا ابني انت كنت بتاكل اسوأ من كده. ده انت تحمد ربنا ان وانت صغير او وانت صغيره ما كانش فيه موبايلات بكاميرا، والا كانت هتبقى سيديهاتك عندي على رأي سيادة المستشار. لا، الناس دي بنشوفهم كتير وهتلاقيهم حواليك، ممكن تلاقيهم في قرايبك وجيرانك وزمايلك واصحابك، وبنلاقيهم كتير في السليبرتيز بقى والمشاهير. ناس بتنسى نفسها. يعني احنا عارفين اولك ولا عارفين اولك، ما تجيش تعملي فيها نجم وتتنطط على الناس الغلابه، وما تجيش تعملي فيها نجم وان انت مش متعود على ان انت تقعد في مستوى اقل من كده. ده انت متربي في المستوى الاقل من كده. انا اسف اذا كنت بعمل فيديو وانا اجريسيف، مع ان دي صفحه صباح السعاده، بس انا بقول ده ليه؟ اهو تنفيسه من اللي بنشوفه من الناس دي. وعايزكم في الكومنتات تقولوا لي فعلا انتوا قابلتوا ناس من دي وايه التصرف مع الناس دي، لان انا بحب الناس دي اسكها على دماغها بصراحه. معرفش انتوا بقى بتعملوا ايه مع الناس دي. وصباح السعاده.